في يوم الحاج متولي الشعراوي ابو الشيخ محمد متولي الشعراوي كان رايح الشرقيه عشان يشتري جمل. ابنه بقى الشيخ الشعراوي كان بيدرس هناك في المعهد الازهري، فقال اما عدى عليه اسلم عليه واطمن عليه. الشيخ الشعراوي بقى كان ساكن مع صاحبه حسن امام في بيت واحده اسمها الحاجه ام فتحيه. وقبل ما يطب الحاج متولي ابو الشيخ الامام، الحاجه ام فتحيه عندها بنت اسمها صفاء كان عندها واجب حساب ما كانتش عارفه تحله، فخدت صفاء وراحت للشيخ محمد هو وصاحبه عشان يحلوا الواجب سوا. وفعلا قعدت صفاء وقعد الشيخ الشعراوي هو وصاحبه يحلوا معاها الواجب. هوب يطب مين؟ يطب ابوه الحاج متولي الشعراوي، عشان اول ما يخشوا قبل ما يقول سلام عليكم يبص لابنه ويقول له مين البت دي يا امين؟ امين ده كان اسم الشيخ الشعراوي في العيله، عشان الشيخ الشعراوي يقول له ده صفاء. قال له صفاء دي تطلع مين يا امين؟ قال له بنت الحاج ام احمد. قال له مين ام احمد ديت يا امين؟ قال له صاحبه البيت. قال له ماشي يا امين، وخد بعضه الحاج متولي ورجع على بلدهم في الدقهليه. بيقول بقى الشيخ الشعراوي في مذكراته بعد اسبوع رحت انا كمان البيت في الدقهليه عشان اول ما اخش ابويا ينده على امي ويبعت يجيب خالي وخالتي ويقول لهم الواد ده لازم يتجوز وبسرعه. عشان انا استغرب واقول له جواز ايه بس؟ جواز ايه بس بقى يابا دلوقتي انا لسه صغير. وامه برضه قالت له جواز ايه؟ الواد لسه صغير وقاعد في غربه. عشان يبص لها الحاج متولي ويقول لها ما هو عشان قاعد في غربه لازم يتجوز، فهمتي؟ وبص لابنه وقال له اسمع قدامك بنات البلد كلها تختار واحده عشان اجوزك. رد الشيخ الشعراوي وقال له وعلى ايه؟ طالما هتجوزوني غصب عني اتجوزوني انتوا. وفعلا جوز ابوه بنت خاله. واتجوز الشعراوي في سن صغير جدا، وتعدي الايام ويتخرج الشعراوي من الكليه ويشتغل مدرس في معهد الازهري في طنطا براتب 10 جنيه. كان بيدفع ايجار الاوضه 2 جنيه وكان بيوفر 8 جنيه. ال 8 جنيه ما كانوش بيكفوا اي حاجه، كان دايما بقى يستلف فلوس من صاحبه اسمه محمد حسنين. محمد حسنين ده كان صاحبه وكان الشيخ الشعراوي دايما يستلف منه عشان يقدر يعيش، لانه متجوز وسنه صغير وعنده مسؤوليه. فبلغ الديون الشعراوي لصاحبه حوالي 365 جنيه، وده كان رقم كبير جدا ايامها. وفي يوم قعد الشيخ الشعراوي زعلان مهموم حزين عشان تخش امه عليه وتقول له مالك يا امين؟ زعلان ليه يا ابني وفي ايه؟ عشان هو يقول لها العيشه صعبه ياما، العيشه صعبه ومش قادر اوفر ولا اعمل اي حاجه، انا مستلف فلوس وعليا فلوس كتير جدا. عشان هي تطبطب عليه وتقول له سيبها لله يا ابني، سيبها لله ولنا رب اسمه الكريم. ودخل الشعراوي نام ودخلت امه نامت، عشان امه بقى تصحى من النوم وتروح تصحيه وتقول له اصحى يا امين، اصحى يا امين. هو يقول لها في ايه ياما في ايه؟ قالت له يا ابني انا شفت لك رؤيه حلوه قوي، شفتك شايل قفه مليانه فلوس وجاي بيها. عشان الشعراوي يضحك ويقول لها هي الفلوس برضه ياما بتتحط في قفه؟ هي بقى زعلت وتقول له يعني انا هكدب عليك في الرؤيه يا امين؟ يبوس دماغها ويقول لها لا والله ما قصدي، حقك عليا. وتمر الايام ويسافر الشيخ الشعراوي اعاره في السعوديه وياخد امه معاه. وفي السعوديه كانوا بيقبضوا 3 شهور مقدم وبياخدوا سكن 3 شهور مقدم. ولما الشعراوي راح عشان يقبض ال6 شهور دول، الفلوس في السعوديه ايامها كانت دايما فلوس نقديه وعملات معدنيه. فالفلوس ديت بيبص الشيخ الشعراوي لقاهم حاطين الفلوس ديت في قفه، شال القفه وراح لامه وقال لها شفتي القفه هيت والفلوس في قلبها، فاكره الرؤيه اللي كنت شفتها لي اتحققت قدامك اهي. ويبوس دماغ امه. وتعدي الايام والحاله الماديه بتاع الشعراوي تبقى كويسه، بس تتوفى زوجته ويحزن عليها الشعراوي حزن كبير جدا، مش اعتراض على قضاء ربنا ابدا، لان زوجته ديت اتحملت معاه ايام الكد وايام الشقاء، فكان نفسه تنعم بالنعيم اللي انعم ربنا على الشعراوي بيه. وتمر السنين ويعلى الشعراوي في المراتب ويعلى الشعراوي في المراكز لحد ما يمسك وزير الاوقاف في عهد السادات، بس ما طولش لان الفاسدين اتامروا عليه فساب لهم الوزاره ومشي. وكان في مره بيحضر حفله مع السادات، واول ما طلعت الرقصات على المسرح دار الشعراوي وشه الناحيه الثانيه وبقى ظهره هو للمسرح، عشان لما السادات يشوف المنظر ده يبعت لرئيس الوزراء ويقول له روح قول للشعراوي يتعدل. راح رئيس الوزراء وبيقول له بقول لك الرئيس اتعدل، عشان يبص له كده ويقول له انا برضه اللي اتعدل. اما بقى في عهد مبارك فكان مبارك بيقدر الشعراوي جدا، كان مبارك بيحب الشعراوي جدا.
شيخ الازهر ايامها جه عدل النصوص الدينيه وقللها قدام النصوص المدنيه، فالامر ده زعل الامام الشعراوي جدا، عشان مبارك يتصل بشيخ الازهر ويقول له عدلوا المناهج زي ما يحب الشيخ الشعراوي. الشيخ احمد عمر هاشم كان ماسك رئاسه جامعه الازهر ايامها، يتصل بيه حسني مبارك ويقول له اعملوا المناهج زي ما الشعراوي بيقول عشان انا ما اقدرش على زعل الشعراوي. فيروح الشيخ احمد عمر هاشم مع شيخ الازهر ويروحوا للشعراوي ويعدلوا المناهج زي ما حب الشعراوي. فرحم الله الامام محمد متولي الشعراوي، ادعوا له بالرحمه واعمل شير للفيديو ده عشان ينتشر والناس تعرف مين هو امام الدعاه محمد متولي الشعراوي. واشوفك في قصه جديده.